النهارده على حيل الرجالة عشان يعرفوا يوقعوكي في فخ علاقة بينكم، وطبعا علاقة مش مظبوطة وعايز يوصل منها ان هو من الاخر كده يصطادك. واللي ما يعرفش يعرف مني دلوقتي ان سيكولوجية التفكير عند الراجل هي عقلية الصياد. بمعنى ايه؟ ان هو بيحب يصطاد، وكل ما الفريسة كانت صعبة عليه تلاقيه موت نفسه علشان يقدر يقتنصها ويحصل عليها. ما عندوش مانع انه يعمل كل اللي يخطر في بالك وما يخطرش في بالك عشان يوصل لك، ومش عشان يوصل لك لغرض شريف، لا، يوصل لك لغرض دنيء في نفسه، ان هو يحصل عليكي جسدا وروحا قلبا وقالبا. فانا هقول لك على بعض التصرفات والحيل اللي بيلجأ ليها الرجال علشان يوقعوكي، عشان تاخدي بالك يا بنتي، عشان تاخدي بالك انت زي الجوهرة، خسارة. بنات كتير جدا بسبب براءتهم بيضحك عليهم. فعشان كده انا عملت الفيديو ده. اتمنى لو الفيديو فعلا افادك ده ووعاكي دعميني باللايك، اشتركوا في قناتي، ولو عندكم مشكلة من اي نوع ده رقم الواتس للاستشارات، وركزوا معايا واحدة واحدة. تتفاجئي فجأة ان ظهر لك شخص كده بيتكلم بنفس اللغة بتاعتك، بنفس تفكيرك وافكارك، وتتفاجئي بمدى قد ايه احنا شبه بعض. اللي حاصل ان هو بيدخل على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتك من خلال منشوراتك ومن خلال المعلومات اللي موجودة. وساعات والبنات يعني ايه خفيفة شوية تلاقيها ممكن تعرض جزء من حياتها، الأنشطة اللي بتمارسها، الحاجات اللي بتحبها، الأماكن اللي بتحب تروحها. فهو بيفهم انت بتحبي ايه، بتكرهي ايه، ايه الامور اللي ممكن تستفزك، ايه اكتر الوان بتفضليها. يبان بقى من لبسك، من شات بينك وبين زميلتك في الكومنتات، وهكذا. فهم خلاص، يدخل لك بقى من المدخل ده ان هو يمثل انه شبهك، بيفكر بنفس طريقتك، نفس وجهات نظرك. تلاقيه كده اتحول بقدرة قادر لنسخة منك. وطبعا العقل بيألف جدا الناس اللي شبهه. العقل الباطن بيشتغل بالطريقة دي، لما بيلاقي حد شبهه بيحصل قرب. فدي من الخطوات اللي ممكن يوقعك فيها لحد بس ما توصلي للمنطقة اللي هو عايزها، بيبان بقى وشه الحقيقي. ايه كمان؟ يدخل لك بقى. وطبعا يعني للاسف يعني الوسائل التواصل الاجتماعي بقت ايه مشكله. إيه، لاحظ مثلا ان انت منزله حاله واتس ان انت حزينه زعلانه، مفيش بينكم كلام اصلا، هو بيعمل لك لايك، بيعمل لك كومنت، وبيبقى مهتم قوي بالموضوع ده انه يلفت نظرك. إيه، يكتب كومنت كده ايه يلفت نظرك فيه، بيبين قد ايه هو بيدعم رايك او كده. ويبتدي بقى يدخل يقول لك معلش انا اسف جدا جدا لتدخلي، بس انا لاحظت خالص على الواتس انك انت في مشكله عندك، خير في ايه؟ يبدي الصداقه، بيمد ايد الصداقه. ممكن بترفضي مره، بترفضي التانيه، بترفضي التالته، مع اهتمامه المستمر. اللي هو الاهتمام ده مجرد اداه علشان يجيبك بيها. احيانا بتبقي فعلا واقعه في ستريس، محتاجه تتكلمي مع حد، وتلاقي نفسك استجبتي واتكلمتي معاه. وطبعا بيستغل كل كلمه انت بتقوليها في انه انت طبعا صح، انت كان عندك حق، مهما بتكوني بتقولي ايه وبتعكي في ايه، هو شايفك انك صح. واني لو ده لا 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 وازاي وانا ممكن اعمل وممكن اعمل، ويبتدي يعرض ايه عليك المساعده. طب انت محتاجه على فكره تغيري المود، ايه رايك تخرجي، طب تعالي اعزمك على فكره، يعزمك بقى على فنجان قهوه، ويوم جرك بقى ونقعد نتكلم مع بعض. وهو اصلا لا عاجبه انت قلتي ايه، ولا اصلا هو اصلا مهتم انت كنت بتقولي ايه، ولا الواتس ولا اي حاجه خالص. او تتفاجئي مثلا ان هو عرف انك نجحتي في مناسبه عندك، يدخل لك مبروك، الف مبروك، انا كنت متاكد انك واحده من النوع ده، وانك انت لو تبقي عايزه حاجه بتحصلي عليها، اسمحي لي انا جبت لك هديه صغيره كده. انت فاهمه؟ ويستغل حالة الفرح والسعادة اللي انت فيها في انه يقتنص اهتمامك بأساليب مختلفة، من ضمنها هذا الأسلوب. أكتر ستات وبنات بيتأثروا إن حد بيقدم لهم اهتمام إن هي أصلا في حياتها الأسرية مفتقدة هذا الاهتمام. في ستات متجوزة وهي كم مهمل بالنسبة لجوزها، فما تصدق تلاقي واحد اهتم بيها، تصده مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يفضل وراها وراها وراها، وكلام بقى حسب ما انت سايبه له فرصة.
انت مش لاقيه اصلا اهتمام، مش لاقيه احتواء، فبتعتقدي وبتصدقي ان انت يا الراجل ده ما يقدرش، ده اعطيكي بقى اللي جوزك مش عاطيهولك. وانا دايما اقول ايه، اسقي وردتك بدل ما غيرك يجي يسقيها. يعني الرجاله المفروض تنتبه للنقطه دي. ومش معنى ان جوزك مأهملك تروحي تفتحي تعبان يدخل يبوظ لك حياتك كلها ويبخ السم في كل حياتك. بنسمع مصايب بيوصلها لدرجه ان هي تسرق بيتها وتسيب عيالها وبنسمع يوميا بنسمع. تمام. او بنت بقى ابوها بيضربها، اخواتها الصبيان ما اعرفش اعمل ايه، يبتدي بقى يجي لها من حته الحنيه بقى والاهتمام والكلام ده، ويجر رجليها لحد ما تيجي في المنطقه وهي ما تعرفش انه اقذر بني ادم على وجه الارض. لما يشتغل لك بقى في حتة انه قادر يحتويكي فعلا، هو مستوعب الحالة اللي انت بتمر بيها، واحنا بقى ما بنتوصوش بقى. ممكن نبكي وتلاقيه حرام مقهور، قلبه بيتقطع كده ان انت بتبكي، وازاي، ويبتدي ان هو بقى يقدم لك بقى الحنية اللي انت يا معتقدة. فتكبي اكتر بالكلام وتكبي اكتر وتقولي اسرار منيله بنيله وتقولي كلام زي الزفت مش المفروض اصلا بني ادم يعرفه، وتستسلمي نفسيا كده لهذا الرجل وهو بيمثل اصلا عليكي، ولا مستوعبك ولا بيحتويكي ولا بيتنيل. هو كل الاستراتيجيه اللي في دماغه انه يصطادك، وده الطعم اللي بيرميهولك. تمام. اكتر حاجه اصلا الستات بتحبها في الراجل انه يبقى دمه خفيف، يشتغل لك بقى في ان انا دمي خفيف، روحي خفيفه، بيكلمك ببساطه، كلامه مش معقد، ويوهمك ان هو عمره ما كان كده مع حد. ده انت الوحيده اللي خليتيه بيتعامل كده. قد ايه احنا يعني في انصهار نفسي، انا عمري ما شفت نفسي خفيف كده وزي الطفل الا معاكي، واحس ان انا روحي خفيفه وعايزه اقعد اضحك واهزر معاكي. ابن اللذينه خدي يا سلام، يلعب بقى على وتر الانوثه بقى. ما فيش ست ما بتحبش تسمع لها كلمتين حلوين، خصوصا لو ريقها ناشف بقى من الحياه اللي هي عايشاها ايا كان. يوصلك لدرجه من الادمان انك ما تقدريش تستغني عنه من كتر ما بيقول لك كلام عمرك ما سمعتيه من بني ادم، وكلام لا يمت ليكي بصله، تبقي قصيره قد كده يقول لك يا لهوي طول بعرض انت يا قمر. لا انت بتبقي عايزه تصدقي باي طريقه. ايه كمان، الرجاله بتحب الست، عارفين ان الستات بتحب الراجل بقى الكسيب اللي معاه فلوس اللي يقدر يحقق لها احلامها، وتشوف نفسها كده بقى ياسمين صبري يقعد ده يكلمها ايه بشكل كده ايه غير مباشر، إيه ده كسب كذا وداخل في صفقه كذا وانه معاه فلوس كذا، وهو نصاب اصلا مش لاقي ياكل، ولو معاه مش هيديكي جنيه منه وانت كبيرك بالنسبه له ان هو يوصل لك. تمام. لكن بيعمل لك عمليه اغراء بقى ان هو بس كل اللي ناقصه سواء هو متجوز ولا مش متجوز ست تكمل حياته وهو يخليها ملكه متوجه، اشتغلي. تعالي بقى تعالي بقى اعقلي كده وقولي له لا بص انا ضميري وجعني، انا مش هقدر ان انا اعرفك تاني. تلاقيه خرابي، ده انا هنتحر. يبكي. والدموع دي من اكتر الحيل اللي بيلجأوا لها الرجاله المتنسونه، لان الدموع دي بتاعت النسوان، واسفل كلمه نسوان يعني، انه يبكي بقى ويسترحمها بدموع وقد ايه هو ضعيف قدامها. وطبعا انت بقى بتفرحي بنفسك بقى، الذات بقى والانا العليا بقى بتعلى عندك قوي، والايجو بقى، ده انا خليت راجل يبكي يا لهوي الا قهر الرجال، يا سلام ده انا جامده. وطبعا بيبقى مهتم بنفسه بقى، هو اصلا جربوع جربان اصلا، بس هو بقى بيعمل حركات علشان ايه، ممكن تلاقيه مستلف مادة واحد صاحبه او راح اي في نفسه كده علشان بس يلفت نظرك. يعني الستات ايه لما تشوف راجل كده مهتم بنفسها ومتعطره من الامور اللي بتجذبها جدا. فحاجات كتير قوي. شوفي نقطة من اول السطر، انا في سن امك، الراجل اللي عايزك ليكي باب بيت يخبط عليه، ولما يخبط ويخطبك في حدود ما فيش حاجه اسمها يعني بوس بقى واحضان اصل خطيبي اصل احنا هنتجوز. يعني في شباب بتخطب، وانا قلت الجمله دي في فيديو قبل ده، بتخطب مخصوص عشان هو معرفش يمشي معاها كده وكده بينهم وبين بعض، يقوم رايح خطيبها يهيص شويه، عزومات بقى امها عيني عماله تاكله تطفحه، يهيص له سنه، روق نفسه لعب معاها. تقولي لي يعني ازاي حتى لو جه خطبني ما ثقش فيه؟ ما تثقيش فيه غير لو انت جوه بيته. احنا بنشوف مصايب سودة يوميا، خدوا بالكم. لو الفيديو افادك اعملي لايك، لو اشتركي في القناة، ولو عندك مشكلة ده رقم الواتس الاستشارات، مفتاح البلد مصر طبعا. السلام عليكم.